السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين ياللي في قلبي قاعدين ومربعين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. بس فيديو النهاردة قوي جدا جدا جدا. هنعمل دستة جاتو من المكونات كلها موجودة في بيتنا. والفيديو النهاردة فيه افكار حلوة كتير، بس زي ما اتفقنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش الكومنتات اللي دايما بتساعدني. وقبل ما نبدأ الفيديو النهاردة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل نص دستة جاتو من مكونات موجودة في بيتنا. أول حاجة هنحط كوباية من اللبن، وكوباية من السكر، وكوباية إلا ربع من الزيت. تاني كوباية من اللبن وكوباية من السكر نفس المعيار، وكوباية إلا ربع من الزيت نفس الكوباية يا جماعة. هما التلات كوبايات دول نفس المقاس، بس هما ألوانهم مختلفة. وكمان هحط 3 أو 4 معالق كاكاو. تمام، كاكاو يكون نوع نضيف عشان ايه يبقى تمام. 3 أو 4 معالق كاكاو. تمام، هنضرب ده كله، هنضربه في الخلاط لحد ما يبقى قوامه متماسك معانا وحلو. مش متماسك جامد، لا متماسك يعني حلو، قوام حلو كده يتفرد معانا. تمام، هناخد من المكونات دي نضرب كويس جدا علشان الكاكاو يتخلط مع كل حاجة. اهم حاجة السكر يختفي، مش يدوب بس يختفي، ما يبقاش فيه حبيبات بتاعة السكر. تمام، بعد ما نضرب المكونات دي كلها هناخد منها كوباية، هناخد مقاس الكوباية اللي احنا حطينا بيها، هناخد منهم كوباية واحدة بس. تمام، هجيب كوباية من دي واخد منهم من الخليط ده كوباية، وهقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. يا ريت نحطها في التلاجة وهقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. كوبايه يا جماعه. تمام. عفوا. بعد كده على الخليط اللي كان اللي باقي بقى اللي احنا خدنا منه كوبايه ده، هنحط بيضتين بدرجه حراره الغرفه. تمام، لو حطي البيض عندك كان في التلاجة طلعيه قبلها بفتره عشان يبقى البيضتين بدرجه حراره الغرفه. تمام، وبعد كده هحط نص كوبايه او كوبايه الا ربع من اللبن. تمام، بعد كده هنزل بكيس فانيليا، هحط كمان كيس من فانيليا بقى، حطي نقطتين او 3. لو ما عندكيش بيبقى كيس فانيليا، ودلوقتي في كيس فانيليا بالبرتقال كمان بقى طعمه تحفة، بس احنا هنكتفي بكيس فانيليا من العادي ده عادي. تمام، ادي كيس معانا من الفانيليا. يبقى احنا حطينا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وحطينا كوباية الا ربع من اللبن، وكيس من الفانيليا. هنضربهم كويس جدا لحد ما الخليط ده كله يبقى قوامه حلو برضو. وهنبدأ نضربه كويس وهننزله في بولة. تخيلوا يا بنات كده، احنا كل اللي هنستخدمه في الوصفة دي هما كوبايتين من الدقيق، يعني اقل من ربع كيلو دقيق. هنعمل نص دستة جاتو. وعايزة زي ما عايزة تقطعيها، ممكن تقطعيها اكتر من نص لو هتعمليها مربعات صغيرة، ولو هتعمليها زي الجاتو كده ممكن تقطعيها 12 قطعة، ممكن تقطعيها 10 قطع. انا قطعتها 10 قطع عشان تبقى القطعة كبيرة شوية. تمام، هننزل كل المكونات اللي معانا دي في بولة، وبعد كده هنحضر المقادير الجافة. مقادير الجافة بتاعتنا عبارة عن احنا قلنا كوبايتين من الدقيق ومعلقة من النشا وكيس بيكنج باودر. هنبدأ بقى ننخل المكونات دي كده بالراحة على ال ال الخليط بتاعنا. طيب انا احتاجت 2 كوبايتين من الدقيق، بس في دقيق بياخد سوائل كتير، وفي دقيق ما بياخدش سوائل كتير. طيب انا لو احتاجت سوائل هينفع ازود عليها؟ هينفع تزودي، لو هتزودي نص كوباية او ربع كوباية لبن او حليب تمام، مش هيحصل لها اي حاجة. يبقى احنا قلنا مكوناتنا كوبايتين من الدقيق، معلقة نشا، كيس بيكنج باودر. يبقى دي المكونات الجافة. تمام كده يا بنات، ادي حطيت البيكنج باودر، وهحط معلقة من النشا. معلقة من النشا ديت هتديها شاشة كده للكيك. تمام، هنخل المكونات دي كلها وهقلب بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد. التقليب عندنا في اتجاه واحد، التقليبة بتاعتنا في اتجاه واحد. تمام، عشان ما يدخلش فيه الكيكة هوا كتير.
تمام. هنبدأ نقلب بقى في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده عشان ندوب الدقيق في قلب الخليط. الخليط طلعت يابس معانا، هنزود نص كوباية يعني بالتدريج كده، معلقة معلقتين ربع كوباية لحد ما توصلي للقوام المظبوط. تمام. انا القوام عندي طلع مظبوط على طول، بس هحط كمان في الاخر كده، هحط اقل يعني معلقة او معلقة ونص من الخل. هزود معلقة ونص من الخل ده بيودي زفارة البيض، لو في البيض ليه زفارة ليه ريحة بيوديها، وكمان بيدي هشاشة للبيض. تمام. هتشوفهم دلوقتي هم معلقة او معلقة ونص بالظبط. تمام. معلقة ونص من الخل. تمام. بعد كده اهو هنقلبها كويس جدا جدا جدا. بعد كده هندهن الصينية مقاس 26، هندهنها بطبقة من الزيت. عندك ورق زبدة مش هتحتاجي ترشي فيها دي من تحت، ما عندكيش زي كده انا حطيت فيها، سبت شوية كاكاو تحت عشان الكيكة بتاعتي بالشوكولاتة بالكاكاو، فحطيت شوية كاكاو تحت بدل الدقيق. يعني لو كيكة بالبرتقان او كيكة من اللي هي البيضة يعني بتحطي رش دقيق عادي، لكن الكيكة بالشوكولاتة او بالكاكاو بتحط ترشي تحت كاكاو عشان ما يبقاش ابيض من تحت تحت الكيكة من تحت ما يبقاش ابيض. دهنت اهو، دهن دلوقتي الصينية طبقة من الزيت، معلقة زيت، وهندهن بيها الصينية، ما تزوديش زيت كتير. تمام. هندهنها بالزيت، وهنحط طبقة من هرش كده رشة كاكاو، وبعدين ابدر الصينية كلها بالكاكاو. هتشوفوا الطريقة دلوقتي. بصوا دهنت الصينية كلها بالفرشة كده، الصينية كلها. تمام. وبعد كده هعمل هجيب شوية كاكاو اللي كانوا باقيين مني. تمام. وهحطهم في قلب الصينية، واقعد اقلب الصينية، اضرب الصينية اليمادي واضرب الصينية اليمادي كده لحد ما تاخد لون الكاكاو كله، الزيت كله يشرب الكاكاو اللي انا حطيته. بصوا هتقعدوا تقلبوها كده، تخبطوها في الارض، ما تخافوش. بصوا اهو لحد ما تخلصت الوش كله. تمام كده. عفوا. بعد كده هنزل بالخليط اللي معايا ده. اكون الاول مولعه الفرن. على فكره اول ما بديت في الكيك انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 عشان يسخن. الكيكه بتدخل على فرن سخن يا جماعه، على فرن سخن. تمام. ما بتاخدش مننا اكتر من 45 دقيقه، 35 دقيقه يا رب، او 25 دقيقه كمان. تمام. لو الفرن بتاعك كويس ومظبوط هتاخد منك 25 دقيقه بالظبط. تمام. نزلت بالمكونات بتاعتنا كلها. انا مش عايزه كيكه عاليه، انا عايزاها زي الجاتو، حاجه بسيطه كده رفيعه، مش عايزاها زي الجاتو. تمام. عايزه تخبطيها زي ما انا بخبطها كده عشان تطلع الفراغات اللي فيها. تمام. ودي طريقه تانية، انه بعود بخله اسنان كده، وبعدين بتقعدي تمشي فيه حركات دائريه كده واي حركات كده عشان تخرجي الهواء اللي جواه. يبقى عندك اللي هو ان انت تمسكي الصينيه تخبطيها كده، او بعود خله كده بخله اسنان كده تمشيها كده في قلب العجين بحركات دائريه كده. انا خلصتها، هدخلها الفرن، وعلى ما تبرد بقى اكون عملت الكريمه. دلوقتي انا بقى عملت الكريمه وضربتها، هاخد معلقه من الشوكولاته اللي احنا كنا شايلينها فاكرينها، وهضرب بيها الكريمه، هحطها على الكريمه وهضربها تاني كده بالراحه. تمام. لحد ما يبقى عندي كريمه بالشوكولاته كده، لونها شوكولاتي مدي بني شويه كده، مش عايزاها ولا بني قوي ولا بيضة قوي. تمام. وانت برضه حسب الرغبه، يعني انا حبيت اعملها كده. تمام. بعد كده هنخلص نضربها، وهبدأ افردها على كيك. بس عملت في الكيك. الكيك برد يا جماعه. عملت فيه جيت قلب الصينيه، وجيت حاطه منزله الكيك تاني في الصينيه بس على ظهره. قلبت الكيكه في الصينيه. تمام. وسقيتها شويه حليب كده بسكر، سقيتها شويه حليب بالسكر. تمام. جيت حاطه الكريمه اهيت، وهبدأ افرد الكريمه بالمعلقه كده بالراحه. عندك اسباتيولا بتفردي بالاسباتيولا، بس انا الاسباتيولا بتاعتي كانت اتكسرت. تمام. فبفرد بمعلقه عاديه خالص. تمام. اهو معلقه عاديه خالص، وبتبداي تفردي على الكيكه بالراحه كده، تبداي تفردي. مش عايزه الكيكه طريه من تحت، ما تسقيهاش اي حاجه. يعني انا حطيت مع ربع او اقل من ربع كوبايه اللبن، حطيت معلقه سكر. عايزه تحطي برضو نص معلقه قهوه كده ماشي.
تمام. ادي كده عندي الشوكولاته، بقت الشوكولاته اللي كانت انا فردت الكريمه، دي الشوكولاته اللي كانت باقيه من الكوبايه. تمام. هبدا افردها وبعدين هقطعها. انا كنت عايزه اقطعها 12 بس قلت لا، اخلي القطعه كبيره شويه عشان الاولاد عشان الاولاد يعني. فعملتها 10 قطع. تمام. 10 قطع. وجبت بقى، بس ما عنديش كريز، فجيت مزيناها بايه؟ ببسكوت اوريو او بوريو. جيت واخده كل واحده كده وحط عليها واحده مع حبه كريمه كنت شايلاهم من الكريمه البيضه، وجيت عاملاهم كده في كيس تلاجة. واهي بصوا كيكه اهيت زي الجاتوه بالظبط. فرحتي عيالك واهوت حاجه جديده عملتيها لاولادك، بدل ما تبقى كيكه ساده كده. اهي كيكه جاتوه، دستة جاتوه اهيت. ما كلفتناش حاجه يعني، اقل من نص كيلو لبن، اقل من ربع كيلو دقيق، حبه كريمه وحبه شوكولاته كاكاو، عملنا كيكه. وبصوا والله طعمها تحفه وطريه، كيكه طريه. البسكوت الاوريو برضو عامل طعم فيها، طعم جميل قوي والله، طعمها جميل والله، بسم الله ما شاء الله عليها. كانت طالعه حاجه كده تحفه. بصوا بص. لا، وعملت بقى التمويجه دي بقى. بص التمويجه اللي فيها دي الشوكولاته والكريمه كده كانت جميله قوي. انا كنت عايزه اعملها شوكولاته ساده بس بس هي طلعت معايا كده والله، بس طلعت جميله يعني مش وحشه. تمام. طلع بقى حته في طبق كده وبص ودوقه، احسن جاتوه، احسن من المحلات. حاجه انتي مضمونه عاملاها في البيت و و حاجه انتي عاملاها في البيت مضمونه، عارفه اتعملت من ايه، ووفرتي في بيتك. عملتي نص دستة جاتوه، شوفي دستة الجاتوه بكام بره. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. ما تنسوش التعليقات اللي دايما بتساعدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.